يا صباح الفل يا ليه، احنا النهارده جايين نتكلم شويه مع بعضينا واسلط لكم الضوء على شويه حاجات لازم تاخدوا بالكم منها. فالفيديو ممكن يبقى طويل شويه، فلو حضرتك مش فاضي اتفضل اقلب عشان الفيديو ده هنقعد نتكلم فيه شويه وهنفهم الناس حاجات لازم تفهمها، لان احنا في منعطف تاريخي. تمام. اولا لو جينا بصينا للبورصه المصريه هتلاقي البورصه طلعت لاعلى مستوياتها. تمام. السبب ايه؟ الناس عايزه تعرف السبب ايه. اولا ضخ سيوله بطريقه غير طبيعيه، يعني ناس جديده دخلت السوق بتاع البورصه. يعني ممكن 40% من قيمه السوق ناس جديده داخله مش عارفه حاجه، بتحط فلوسها في اي حاجه. تمام. فبتودي نفسها في داهيه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، تحسن طفيف في الاقتصاد المصري. تمام. ما ادى الى ارتفاع النقد الاجنبي في البنك المركزي. يعني دلوقتي البنك المركزي الحمد لله بقى فيه احتياطي نقدي 50 مليار. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، مع الأزمات اللي بتحصل في الكوكب كله والدولار الأمريكي والحوارات اللي بتحصل فيه، أمريكا بتتبع سياسات بتطفش، يعني زي ما بنقول كده باختصار، بتطفش أصحاب السيولة، الناس اللي معاها فلوس. فالناس دي بتدور على أسواق زي حضرتك، السوق المصري، السوق الأفريقي، بتدي لهم عوائد 20 و25%. تمام. فهنا بقى بتحصل المشكلة، الاقتصاد بيتحسن. تمام. بس بعدين الله أعلم هل هيكمل ولا هينهار، وهل لو هينهار انت هتلحق نفسك ولا مش هتلحق نفسك. يعني في ناس انا بقول لها اشتري في اسهم معينة ان شاء الله الفترة الجاية هي فيها ربح ان شاء الله. تمام. ولازم من حضرتك تبقى فاهم برضو يا اللي داخل جديد ومش فاهم حاجة، لازم أن تبقى داخل فاهم انه القيمة بتاعت المبلغ اللي معاك لازم أن تحطها في سهم يديك ضعفها. تمام. على مدار 6 شهور سنة. لكن ما تجيش شايف سهم مثلا مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، شايف النهارده طالع 8%. الله، 8%، طب اخش اشتري. يعني 8% يا معلم؟ لا يا صاحبي، مش 8% ولا حاجة. هو مبني على ايه؟ هو حضرتك مبني على ضخ السيولة. يعني حضرتك في اي لحظة هينزل لمستواه الطبيعي. مستواه الطبيعي كام يا صاحبي؟ تمام. وابتدى اول السنة بحوالي 40 جنيه تقريبا. تمام. وصل لحد 300. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، المؤشر بتاع السعر بيقول لك اصلا انه هو وصل لاعلى سعر. تمام. واللي عائد على كل سهم جنيه، سعر السهم 300 جنيه. يعني الشركه بتكسب من كل سهم جنيه. فاهمني؟ تعال اوريك اكبر شركات في السوق بيكسب في كل سهم كام. يعني الشركات دي هي المستقبل بتاعك. هنخش مثلا اوراسكو. هي طبعا الشركات دي ماشيه بمنهج اللي هو ايه، تلم سيوله بعقل وتشتغل بيها. تمام. وترجع ترفع السعر. هما بيلموا السيوله ازاي؟ يعني ما هما بيلموا السيوله لما يرفعوا السعر بتاع السهم. المهم لو جينا بصينا هنا، آه هنا الشركه دي سعر السهم بتاعها 26 جنيه، وبتكسب من كل سهم 3 جنيه. تمام. وهنا متقيم بأقل من سعره. فده سهم قوي والفترة الجاية احتمال يطلع. تمام. لكن أنا ما بقولكش اشتري، أنا بقول لك استنى، لأنه هو طلع للحد الأقصى بتاعه. ما أنت لازم تاخد بالك من النقطة دي. هو آخره 17 ونص، 27 ونص. فأنت تعمل إيه يا صاحبي؟ تستنى لما ينزل ل 14 15 جنيه وتشتري. ما تشتريش دلوقتي. صورهم يا صاحبي، دول أقوى 5 شركات في مصر. تمام. اول لما ينزلوا لسعرهم العادل اشتري. تمام. يعني مثلا مصر الالومنيوم، لو جينا بصينا هنا هتلاقي بيكسب من كل سهم 24 جنيه، وسعره 200 جنيه. تاني كان سعره 300 جنيه وبيكسب جنيه من كل سهم. تمام. وده متقيم باقل من سعره، التاني متقيم بفوق سعره. تمام. وده الحد الاقصى بتاعه 219 جنيه، هو وصل للقمه بتاعته. تمام. وكسرها اساسا. فاهمني؟ فهو احتمال كبير ينزل الفتره الجايه، فانت حضرتك تستنى.
تمام. فالشباب اللي داخله تشتري وخلاص، خد بالك يا صاحبي، انت بتودي نفسك في داهيه. والله السوق ده ما بيسمي على حد، هيلسعك على دماغك. تمام. تعال اوريكم كده واحد من الشباب اللي انا فرحت جدا ان هو دخل البورصه، طالب يعني لسه شاب صغير، وحط فلوس وحوش مصروفه عشان ايه؟ يبقى حاجه بعدين. تمام. بس غلط غلطه بسيطه هنحذر الناس كلها منها. تمام. تعالوا يلا بينا نشوف الموضوع ده. دي المحفظه بتاعت الطالب. انت حضرتك لو جيت بصيت، المبلغ حوالي 120 جنيه مثلا. هو حاططهم بص في كام حاجه، حاططهم في 6 اسهم وصناديق. فاهم الموضوع؟ يعني انت مبلغ زي دوت، حرام عليك تقسمه، لازم أن تحطه في حاجه واحده. والحاجه دي لازم أن تحطها في حاجه بتاخد وقت على ما تكسب عشان تلحق تحوش فيه قبل ما يطلع. فاهمني؟ لانك انت هنا لانك انت هنا يا صاحبي، لو جينا بصينا كل حاجه بتشتريها من دول، ثاندر بتاخد عليها 5 جنيه. يعني انت قول هنا 15، يعني ثاندر واخد منك حوالي 30 جنيه. مش انت اولى بيهم؟ مش ده مصروفك؟ فانت تشتري في سهم واحد وتحاول كل لما تجمع 200 300 جنيه تروح شاري بيهم سهم واحد. يعني تشتري كل ده في سهم واحد لغايه لما توصل لكام؟ لغايه لما توصل 1000 جنيه في سهم واحد. تمام. لانك برضو انت معرض نفسك للمخاطره هنا. ليه؟ لانك انت طبعا لو سهم من دول كسب مثلا 100%، هو سعره 11 جنيه، لو كسب 100% هيبقى بكام؟ هيبقى مثلا ب 22 جنيه مثلا. هتبقى انت كسبت 11 جنيه، هيبقى رقم تافه. لكن لو حطيته في سهم مستقبله كويس، اول ما يطلع 200%، لو حاطط مثلا 200 جنيه ولا 300 جنيه هيبقوا 600 جنيه. فاهمني؟ الكلام ده للطلبه طبعا. تمام. لكن للناس اللي هتحط فلوس وتسيبها فتره كويسه من الزمن ومبالغ كويسه، لازم أن تقسمها على كذا سهم. فاهمني؟ يعني انت اقل حاجه لازم أن السهم يبقى فيه ب 1000 جنيه اقل حاجه. فاهمني؟ غير كده لا. دي حاجه. الحاجه التانيه، قلنا المطاعم كلها يا جدعان محدش يشتري فيها. طلع حلاوه روح بسبب ضخ السيوله. يعني في اي وقت انهيار تام. فاهمني؟ والذهب. الذهب يا صاحبي امبارح كان ب 100، كان 6100، دلوقتي ب 6225 جنيه. تمام. ففي ناس كتيرة تقول لك يا صاحبي الذهب هيطلع، الذهب هينزل، الذهب مش عارف ايه. انا اقول لك على حاجة بسيطة جدا. طول ما في حروب شغالة الذهب هيفضل يطلع. طول ما امريكا رفع ضرائب ومش عارف ايه على الواردات بتاعت الدول التانية، الذهب هيفضل يطلع. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انا كمصري عايز اصدر حاجه لامريكا، ليه يرفع عليا مثلا جمرك 30%؟ فبيصعب عليا ان اصدر اي حاجه لبلده. تمام. فصعب اجيب الدولار. فاهمني؟ فالناس بقت تعتمد على اسواق بديله، فبقى في سيوله من دول تانية ناشئه او دول قويه زي الصين مثلا وروسيا. بقى في سيوله في كذا دوله من اللي بيصدروا المنتجات بكميات كبيره من العملات دي، فتلاقيها بتتحسن قدام الدولار. فاهمني؟ دي حاجه. والحاجه التانيه، آه الدولار ذات نفسه بقى محبوس. الناس خايفه تاخده، الناس خايفه تشتريه. البنوك كلها، اي بنك مركزي في اي حته في العالم بقى يبدل الدولار اللي معاه بذهب. بقى يشتري ذهب مهما كان سعره. بالنسبه له احط مثلا نص الخزينه بتاعت الدوله اللي انا فيها الذهب، احسن ما احطها دولار. الاول كان دولار لان الدولار كان ماسك نفسه، وكل مدى ما يزيد يزيد يزيد. لكن دلوقتي خلاص الدولار بينزل. تمام. لو جينا بصينا هنا، الدولار بكام في مصر؟ في مصر اللي كان كل سنه بيطلع. انا هنشوفها صح. اقول لك دلوقتي حالا حالا حالا. لو جينا بصينا هنا الدولار ب 47 جنيه 21 قرش. دولار في الطبيعي كان بيطلع عندنا
كان بيزيد عندنا. فانا بقول لك اساسا يا اللي بتجري تشتري في البورصه وخلاص، خلي بالك، احنا في مصيبه. الناس فرحانه البورصه طالعه بايه؟ طالعه بناء على ايه؟ الاقتصاد ذات نفسه يعني لو جينا بصينا، الاقتصاد ما فيهوش تحسن كفايه بالارقام اللي احنا بنشوفها. يعني حضرتك مثلا لو بتصدر ب 400 مليار دولار، ما زادوش غير 10 ولا 7 مليار، فاهمني؟ والباقي جاي لك، واغلبيه السبعه ولا ال 10 مليار الزياده جايين لك يا صاحبي سيوله من افراد، يعني ناس جايه تحط فلوسها عندك، تشتري شهادات، تشتري مش عارف ايه. تمام. وقت ما امريكا مثلا تحط مثلا 1% ولا 2% شهادات والكلام دوت، هتلاقيهم جريوا على امريكا. ليه؟ لان هي امن منك، فاهمني؟ فالسيوله السخنه دي مش كويسه. فربنا يستر على الاقتصاد، وان شاء الله نشوفه بيتحسن. احنا عايزينه يتحسن والله. يعني انت اقول لك على حاجه تانية، أه هقول لك اكمل لك في الفيديو اللي بعده، عشان الفيديو ده بقى كبير جدا.